ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤቕሬታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ብሓባር ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ሰኔትን ክትህሉ እናተመነኹ ነዚ ዕለት እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣተኪረ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓረብ ሚድያ ዝተሓበረን ዝተገልጸን ድሕሪ ናይ ህዳሴ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚቲ ድሮ ምምራቑ ምስ መኣዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት ንኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱን ንዝሃቦ ሓደ ነገራት ንዕኡ ንኽሕብር እየ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናተይ ሓሳብ ብተወሳኺ ድማ ካብ ናይ ስካይ ኒውስ አልዓረብያ ምስ ሓደ ኢትዮጵያውን ምስራውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንዕኡ ናባኹም ንኸቕርብ ብምልኡ ነቲ ዓረብ ትሰምዑ ክትሰምዕዎ ኣብ ናይ ስካይ ኒውስ ዓረብ ኣለኩም። ሕጂ እምበር ብመጀመርያ ነቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ንንውሕ ዝበለ ብኢትዮጵያ አክቲቪስትን ከምኡውን ናይ ሚድያን ባዕሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተደጋጋሚ ክግለጽ ዝጸንዐ ሓድሽ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ ቀረባ እዚ ግን ብልዕል ዝበለ ድምፂ ድሕሪ ኣባይ ናይ 1000 ዓመታት ዝወሰደ እዚ ናይ ትማሊ ጌጋ ናይ 30 ዓመት ግን ንኽርሞ ዝቐለለ ኢሉ ኣብ ተዛረበሉ ካብዚ ብምብጋስ እያ ድማ እዛ ናይ ስካይ ኒውስ ምስ ሓደ ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ናይ ማሕደ ድራሳ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ወይ ናይ ኢትዮጵያን ስታዲ ሴንተር ዝብል ከምኡ ድማ ኣብ ምስራዊ ብኣብል በድሪ ኣብል ዓጥፍ ዝበሃል ናይ ሰሓፋ አልቃሂራ ወይ ናይ አልቃሂራ ትብል ጋዜጣ ሓላፊ እቲ ያሲን ኣሕመድ ናይታ ናይ ኢትዮጵያን ስታዲ ሴንተር ትብል ሓላፊ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ ኣብዚ ናይ ኣተኪሩ ሕጂ እቲ ብናይ ኣቐዲማታ ጋዜጠና ንዘቕረበትሎም ሕቶ ናባኹም ከቕርብ እየ ድሕሪኡ በብሓደ ሙሉእ ብምሉእ ትርጉም ናይቲ ጉዳይ እኳ እንተዘይቅረቡ ናባኹም ብጥቕልል ዝበለ ግን እቲ ሓሳብ በቲ ኣነ ዝተረዳእኩ ናባኹም ከቕርብ እየ ዝጎደለ እንተለዎም ክትምልኡ ባዕልኹም ማዕረንታ እንተለዎም ክትቀርቡኒ ካባኹም ዝፅበ እምበር ሕጂ እዚኣ ናብ ናይ ስካይ ኒውስ ኣቕራቢት ዝኾነት ፈዲላ ስዌሲ ትበሃል نزغربت حطوطات قرب سمع بالله ملاسنا. والسيطرة على البحر الأحمر، وشدد على أن البحر الذي كان قبل 30 عاما في متناول إثيوبيا سيظل ضمن أولوياتها الاستراتيجية، متحدثا عن تصحيح أخطاء الماضي. وكانت مصر على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي شددت في وقت سابق على رفض أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر الأحمر، معتبرة ذلك خطاً أحمر. هل يضاف هذا التصريح لأبي أحمد والطموح الإثيوبي في البحر الأحمر إلى الملفات الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا، لا سيما مع ترقب الافتتاح الرسمي لسد النهضة؟ كيف سترد مصر على مخططات إثيوبيا؟ كم زي أقدمكم سمعكم بطري عبد كمان يخصم زي واتساب قداي مينستر بطري عبد العاطي زبال بمن قدو جيروم إثيوبياوين حبيرتا خمسة هبون مهناتو تي دحري ناي قاب إثيوبيا إرترا ببرتاو خالسي ناس زغونة هاجر كوينا نابشين جاتن كن 9 بريفرندم ناس هاجر بأقراوي حقن بحورات أفريكان استفلتت هاجر مخانا معلاتهم ኣብ 2012 ኣብቲ ናይ ባሕሪ ሕጊ ዝብል ማለት ለغዙሲ ዝፈረምሉ ጉዳይ ሕጂ ተመሊስካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ይግባእኒ ታሪካዊ ብፅሒት ኣለኒ እንዳበልካ ኣብ ዝግበር ምፍራሕን ምጉብዕባዕን ብመሰረቱ ንምስሪ ቀይሕ መስመር ምዃኑ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኣብዚ ዘቕረበቶ ድሕሪ እቲ ናይ ህዳሴ ግድብ ምፍታሕሲ ናይ ምስሪ
بخمي تريو يزمليرو تقدموا انت هنا قلتي ناي صحيفة القاهرة زبل زهو مالسكر من أبتناي قدام ناي ريسانس دام كويناي قد حداسة تاو مجمراتي أمونغو إثيوبيان إيرتران زلو أبزو وانزي أزي تأفا في زغونا حتى بزعبو قلت دليلو ناتو قدماي مينستر أبي أحمد أبل علي إيرترا بتوم ناتو جراناتن مقبع بعن بفرحن تهديدنا بزقبر اللزل الأوان أبال نايك إح بحري زي كنا هاجر نابك إح بحري وأننا تحت مثل كم زي بالله كمون مصري زي إح مسماري يبل قتلوا إثيوبيا مش كلهم قرابة بتاع سلام كم زي بالله أقدم ما ونكر من نافزنا إح بحري نابي إرترامبل أبناي يمن في تركب مالت جلف إيدن زي سومالي لاند تبال قد تقوم سكاي بحر تأسس تكون قلنا وزغربة أقدمهم حتى تقريبا من تحتو خمين كم فشلين أنا قلنا قدمنا سمعنا في الزغونز الحرزي قد عايزي ناي سومال لاندي زنبر بتعباي سومال أبناي أنكرا زغبر ختامو كتيلو دما نبناي كاي بحري زعجي بتسعيث لنا تاريخاوي ناتنا نبوتاتنا باكو حتاتنا كمون بحري زغربة 6-7 كيلومتر تركب هجر مثلا الله زبل حقين تزي كوين بحيل نزبل نزيم بعرفتي ناي مصري ناي صحيفة القاهرة زبل بتركيز زقامو بتي ناي إثيوبياوي ياسين حمد دمان تايكم زبل كن سمعنا. معي من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد، وفي القاهرة مدير مكتب صحيفة العرب في القاهرة محمد أبو الفضل. مساء الخير، أهلا بكما. أبدأ معك هذا الحوار سيد محمد أبو الفضل، كيف يا ترى ستترجم القاهرة رفضها عمليا إذا مضت إثيوبيا في مشروعها؟ وحجتي مصر سينا زناي درو مفتاح مالت الوقعوي سراح جمرلو تي ناي هنصا وديو ناي حدث الجمر زلو وانسي بزي حدث ممع إثيوبيا كم ناي جزاء رسا مستن كرم حجتي جبران زمرات السودان يكون مصري زي حدا نتفي زي حدا سمع جمرلو زوانسي نزب بخمي كت تريو بخمي مصر نزب لي حتى جميرات قبل أن تلجأ القاهرة إلى أي أساليب أخرى وفقا للقانون الدولي، أعتقد أن كرمي نرزقون يكون كالي سبوتات مخدا مصري بتناي هجرة حقي مسرت الخطوة تتعلق بالعلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، ليس التي هجرة حقي استمسرت تي أمونغو إثيوبيان إيرتران زلو زمدناتات وزعبوه. هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أبي أحمد عن طموحات فيما يتعلق بوصوله إلى البحر الأحمر. في أبي أحمد أبز وانزي زلو نا بحري كي بحري ناي مونن حلمتاتو أبرتعو أبز زارو زلوان. تحدث من قبل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعت مع أرض الصومال، وأرض الصومال بعيدة عن البحر الأحمر. مست سومالاندي كرمحجي تناي مزاركة الاتفاق مالتنا نغلتين هاجرات ناي السمامع ناي مسامع عينت بزبل تبرر ممنيرهم تخونا جزون هاي سلطة لكن تقع على خليج عدن بالقرب من مدخل البحر الأحمر. أبناي خليج عدن ملت باب المندب كابي قرب زخونا نقيح بحري. أعتقد أن العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا الآن تمر بمرحلة حساسة ومرحلة حرجة. أبزي ساعات زي أمونغو إثيوبيان إيرتران زلو زمدناتات أزي تأفافين تنقافن زلو الوان. مصر تقيم علاقاتها بشكل متوازن مع إريتريا، مع إثيوبيا، مع الصومال، مع جيبوتي، مع كل دول المنطقة. مصر مش كلن أبزي كبابين يكرنا أفريقيا زلوا مس إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، كومون، السودان، إريتريا وسيكا تطبق زمنهم زلوا. مصر أساسا موقفها معلن فيما يتعلق برفض أي تدخلات خارجية، لأن التصريحات مصري
ብሩህ ዝኾነ መርገፂ ኣለዋ ዝኾነ ይኹን ኣባል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነት ሃገር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ትሓትት ቀይሕ መስመር እዩ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ أو التهديدات الإثيوبية معناها أن هناك خشونة يمكن أن تلجأ إليها فيما يتعلق بالعلاقة مع إريتريا إذا أرادت أن تطالب بأي مطالب تاريخية. هذه المطالب في تاريخاوي بتصحيت ወይ ታሪኻዊ ዋንነት ይግባአና እዩ ዝብል ካብ ኤርትራ ተሓቶ ዘላ ናይ ወደብ أعتقد أنها انتهت بحكم حصول إريتريا على እዚ ብብረታዊ ቃልሲ ናጽነታ ድሕሪ ምጉንፃፍ ኤርትራ ኣብ 1993 ድማ بريفرندم تعاطوا ጉዳይ እዩ الاستقلال وفقا لاستفتاء جرى في 93 واعتقد ان الحكومه الانتقاليه الاثيوبيه اعترفت والامم المتحده اعترفت وبالتالي هناك دوله ذات السياده. بجزئيو ابت اوانتي حبرات منغستات كومون حبرات افريكان اثيوبيا بعلا امنت الموقف المصري واضح فيما يتعلق بهذه الامور ويتسق تماما مع القانون الدولي ويتسق مع منظمه الوحده الافريقيه او الاتحاد الافريقي الان فيما يتعلق برفض الاعتداء على اي دول، فيما يتعلق برفض التدخلات الخارجيه، فيما يتعلق باقرار الامن والسلام الدولي. ناي ستا وحسنت ناي قيح بحري زخونه يكون كالي حجر ابزينا متتاوب تغبرو فاتيما مصري كم يتقبلون كم تقاومون الرجاجي سيزارب الله. يعني أعتقد أن الموقف المصري ينطلق من هذه المسألة وليس نعم يا سيد محمد أبو الفضل أو تدخلات بين مصر وبين إثيوبيا. نعم. تسمح لي سيد أبو الفضل أذهب إلى سيد ياسين أحمد. سيد ياسين رغبة حنسان بار أبزي قاريسا ياسين أحمد إثيوبيا في استعادة كما تقول نفوذها والسيطرة على البحر الأحمر، أليس اعتراف بأن إثيوبيا تسعى للتوسع الإقليمي على حساب دول أخرى ذات سيادة في نهاية المطاف؟ حتى نتا إثيوبيا سي بناي كالوت هاجرات حساب بناي لونت اللون هاجرات مناتا ربحها كاب حق وصعي متتاو تقبر اس كميتريات والله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذة فضيلة على الاستضافة وكما أحيي ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بتقديري يعني طلب أو يعني التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أخرجت عن سياقها. هو كان اوكي قبل جمرالو مالتي أبي أحمد أتناي يوان مفتاح حداث قدب أبو زهوز نبر مقلتي تي بزعبها ناي بحري أمريكا تزارو مالكابتي كان لي أرستو واتيون زوالو يزول دلو نحجب سامي كابتر أرستو واتيلا تحطيها يتحدث عن سد النهضة بعد أن تم إنجاز هذا المشروع بعد 1000 عام، فبالتالي الأثيوبيين قادرين أيضا أن يكون لأثيوبيا منفذا بحريا، وهو تحدث هنا أن أثيوبيا كانت في السابق لديها منفذ بحري عندما كانت إثيوبيا حجتي دحريناي هذا الشيء حمد نزناي قدبناي أباي مالت هداسي كان الرقاقصو كاب كأننا نزناي تمالي 3 عامات جيجا كن خرم وين خنم الصوصي تزقلا لا قبل نذهب وستاي مغناتو إثيوبيا ونانيت بحرين رائع واننات ناي بحرين يروا دولة واحدة، ولكن عندما استقلت إريتريا أن هناك يعني أخطاء ارتكبت من قبل ونانيت بحر خمسة برات إثيوبيا إرترا نظام صوتاتجن بوجن إثيوبيا تفتح ميجاتات نيرو الحكومات السابقة في حلف نايوي هذا قوي بحنة ناي ويانا زمر حزنا هذا كسبها ناي إثيوبيا جزائي دربي مالك أثيوبيا، أي كان ينبغي أن يكون لأثيوبيا منفذا بحريا سواء كان في ميناء عسب أو إحدى الموانئ المطلة على إريتريا، لأن أثيوبيا كانت لها حقوقا تاريخية في البحر. هذه أب عسب يكون ويا كالي أبتناي جماجم بحري ناي زلوا ناي بحري موتن تونسي يجب أن يرموناتو
بالتاريخ ونانيت زنبرت البحر الأحمر. وعندما كانت إمبراطورية الحبشة الكل يعلم أثيوبيا كانت كيف تسيطر أسيء على البحر فهمه؟ الأحمر. تسمح لي، ولكن كيف أسيء فهم التصريح أو خرج عن سياقه؟ يعني أنت كما يجرو كابتي مالتي أبتناي أبايا بزولوز نبرة تنسنزر مال زرزر زغنا زرباتات كابو وتي مسناي تناي شيح عمت حلمنا كنت كبر زخ الناس ناي تمال جيجان نرمو تزغلا لي أخول كلوس كما كابتي كندي أرستي وتي تلنزل لها إلى دقيمة ماتو تؤكد ما قاله أبي أحمد. بمعنى يعني هنا الآن ضيفك الكريم من مصر يتحدث كأن هناك اعتداء على السيادة الإريترية أو الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر في القرن الأفريقي. قاشاخي كمصر كم دبلة زلو نحن سينا بتناي كيح بحري بلاد زخونا نخن قبت وي نخن ورر زلنا لما غيري قبرالوجين كومو ايكوناني. لا، هو يتحدث عن اثيوبيا لديها الحق التاريخي ولديها الحق القانوني بان يكون لها منفذا بحريه منفذا تاريخاون حقاون زخونه قبات مالت قبا اللوا اثيوبيا ابتناي بحري هذا موتين مأتون تركب بيزو بحريا على البحر الأحمر استنادا بالطرق السلمية والقانونية. ولكن استنادا إلى أي قانون؟ بيناي مسرت بيناي حقيقة إثيوبيا تاريخاوي يكون ولا حقاوي مثل الله. لو سمحت لي فقط يا سيد ياسين، كل القانون الدولي يعني يعطي الحق لكل الدول الحبيسة. هناك أكثر من 40 دولة حبيسة. نخلن عطوات زخون عملت ناي بحري وانا زي باللنسي حقي فكد ينغت كمان حقي انه انا تايكون فكد بمسرت سمع ناي تنكلتها هجرات دلو نبرت كوتان كتواني بسمع زي كوينو كن انا تايكون انا بزقنا انتي كم في العالم يحق لها ان تستخدم اقرب الموانئ لها. الآن أقول لك نرجع إلى اتفاقية السلام بين إريتريا وأثيوبيا التي رعتها الإمارات العربية المتحدة والسعودية. وعدين الحريتكم الاستديو تشعين عسر شيء منتن سلام أبز كبر وزنبر أوان أمونغو إثيوبيان إيرتران بمنقدي ومنقوينتنا إمارات عربين سعودين. للأسف الشديد النظام الإريتري لم يلتزم باستحقاقات تلك الاتفاقيات. تستقبرنا شعوعل بمنقست إرترا أبتكبار كم زي علوي كم زي فتصمو الله. دليل على ذلك الآن رأينا العلاقات بين أثيوبيا والإمارات والسعودية، لأن هذه الاتفاقية التي رعتها المملكة العربية السعودية والإمارات كانت من ضمنها إيجاد حل لأثيوبيا أن يكون لها منفذا بحريا. لكن للأسف الشديد طالما عندما أثيوبيا تفكر أن يكون لها منفذا بحريا بالطرق السلمية مع دول الجوار سواء كان في سوماليلاند أو في إريتريا أو في جمهورية إرترا تناي موتين تون أفتق بحري أبت دليلو أبت حطلو أبت تكايدو ناي دبلوماساوي ركبات كل جزء نزي مصري أنصارو مسرحت وي معوزة فرز نقرات مستقبرتي. أو في جمهورية الصومالية مصر دائما تمارس الوصاية ولا تريد أن أثيوبيا أن يكون لها نفوذ على البحر الأحمر. أثيوبيا هي أكبر دولة. إثيوبيا كبزي نايزوانا كرن أفريقيا تا زعويت حديا موخا موطن مأتون ما ربحتت أبقيح بحري نخيه اللواء أبرتعت سرح زلاس أنصار إثيوبيا في شرق أفريقيا وفي القرن الأفريقي لديها دور محوري في حفظ أمن البحر الأحمر جنوبا. هل هذا الكلام مقبول؟ ولا نوحسنت نايتي بحر سعاب حلفنا تالله خم عباي أبكرن أفريقان أبزناي مبرا أفريقان كم عباي هاجرمتن نوحسنت نايتي قايح بحرون حلفنا الله إذن الله حونا ياسين أحمد. سيد محمد أبو الفضل كما يعني شرحه الآن معنا السيد ياسين أحمد،
أولا مردود عليه من أكثر من نقطة. النقطة الأولى، القانون الدولي لا يسمح لأي دولة حبيسة بأن تكون لها إطلالة على بحر أو نهر أو محيط أو ما إلى ذلك، ما لم يكن هناك تفاهم. ዝኾነ ይኹን ሃገር ማለት እትውቲ ዝኾነት ላንድሎክ ዝኾነት ሃገር ብዘይ ምስምማዕ ናይታ ካሊእ ሃገር መውፅኢ ወይ መእተዊ ክህልወኒ እዩ ዝብል ሕጊ የለን። እቲ ሃገራዊ ሕጊ ዝብሎ ብመሰረት ስምምዕ ናይተን ክልተ ሃገራት ኣብ ዝህሉ ስምምዕ እዩ። بينها وبين الدولة الأخرى، وأنا أعتقد أن قد تكون الذريعة التي تلجأ إليها إثيوبيا فيما يتعلق بإريتريا أنها إريتريا كانت جزء من الدولة الأثيوبية في السابق. في 93 حصل ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ማለት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ግዛት ኢትዮጵያ ነይራ ቅድሚ ሕጂ እንተኾነ ግን ብናፅነት ኤርትራ ኣብ 91 ኣብ 93 ድማ ብሪፈረንድም ወይ ብምጥማት ድሌት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣረጋጊፁ ሙሉእ ናፅነትን ልዕላውነትን ዘለዋ ሃገር እያ። وحصل على حق تقرير المصير وحصل اعتراف بالدولة، وبالتالي هنا ما لم توافق الدولة الإريترية بحصول إثيوبيا على تسهيلات وليس احتلال أو سيطرة ንምውናን ዘይኮነስ ክትወፁን ክትኣቱን ናይ ኤርትራ ፍቃድ እንተዘይሃልዩ على ميناء عصب الذي يبعد حوالي 60 كيلومتر من إقليم تجري في إثيوبيا. أعتقد أن هذه واحدة. النقطة الثانية وهي لماذا يتم الزج بمصر في كل مشكلة؟ ሓደ ብዘይ ፍቃድ ናይታ ሃገር ማለት ሕጂ ንብዓሰብ እንተዳኣኽተቱን ክትወፁን ዘለኹም ብዘይ ናይ ፍቃድ ኤርትራ ናትኩም ወለንታ ወይ ናትኩም ድሌት ጥራይ ክኸውን ከም ዘይክእል፣ ካሊእ ድማ ንዝኾነ ይኹን ሽግር ንዘጋጥማ ኣብቲ ከባቢ ንምንታይ ኢኹም ንምስሪ እትልጥፍዎ? እቲ ሽግር ሲ ናይ ባዕልኩም ሽግር እንከሎ ኣቀኒቲ ጉዳይ ሰላማዊ ምን ኣገራዊ ሕግን መሰረት ትፈትሕዎ ኩሉ ሽግራትኩም ናብ ምስሪ ተላግቡላ ኣለኹም እዩ ዘሎ። تنحشر فيها إثيوبيا سواء في الصومال أو مع إريتريا. مصر فقط تطالب بتطبيق القانون الدولي، ليس لها أي أطماح أو طموحات فيما يتعلق. مصري ዝኾነ ይኹን ድሌትን ወይ ካብቲ ናይ ሃገራዊ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ሓሳብን የብላን። ምስሪ ትብል ዘላ እቲ ዝግበር ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት بهاجراوي حقي تمسكور بهاجراوي حقي سوري أب هاجراوي حقي تمركوسن بتي هاجراوي حقي ناي بحري حقي زخطلون كخون كم زلوا ترى بسيطرة على إقليم هنا أو هناك. كل ما تريده دعم الأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة، بحكم أن منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بشكل خاص ودول حوض النيل بشكل عام، أعتقد أن هذه المنطقة جزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي لا تريد كيف بحري يكون ولا ناي نيل زلو مصري تعمي أقداسي تي ناي هاجراوي وحسنت ويناي دحنت زملكت لزخونة نزي مصري أتبقى بتتفكرني من قبل الخير التوترات. الطريقة التي يتم الحديث بها فيما يتعلق بالخطاب الإثيوبي تجاه إريتريا بشكل خاص يزعزع المنطقة ويوحي الرأينا إثيوبيا قبل على إرترا له نتكبابي نابع قرقرن بتسبسن أتصلزغونه نزيت الدماء مصري تبعاتهم بأن هناك ترتيبات أو مماحكات يمكن أن تحدث، وبالتالي سيتوتر الأمن والسلم في هذه المنطقة. أعتقد أن هذه المنطقة لا تحتمل صراعات جديدة، لا تحتمل نزاعات جديدة. إثيوبيا تريد تصدير زي ناي كتنا نكرن أفريقيا وعلو أبشكرات عبشكرات زلوا خوينو هالي حدش شجر نخفتر نتزلوا شجرات مليسونا بزبقسة زبتصح نخفتر مصري دليتي بالله. جزء من مشاكلها للخارج سواء كان مع الصومال مرة مع مصر. تحجي تعبي نجرز بلا زلوا نتيجة الله إثيوبيا وشتا وشجر أو وشتا زلوا ناي أورومو يكون أب أمحارة يكون أب تجرا يكون أب كالي كلات زلوا شجرات نتناي وشتا نبدك نختوصه نزين مع الجسيلات تقبرز الله يويز مرة أخرى مع إريتريا. هذه المرة ربما تكون هناك نوع من أنواع الذرائع التي تلجأ إليها إثيوبيا في مخنيات تقبرز الله إثيوبيا موطن تون بحري كركب بس حزب الله هاجر سلازغونت
ناي جدا يدليني خاصة بعد أن أوشكت على الانتهاء من مشروع سد النهضة وسيتم الافتتاح معه. لابد افتتاحه غدا. أعتقد أن يبدو أن هناك نوع من أنواع خلق عدو خارجي أيا كان هذا العدو، تارة مصر، تارة الصومال، تارة إريتريا، وهذه المسألة زي حجيزي سو عايز أقرب دولو دروتي ناي ممرة ناي هداسة قدب سودا زخونة نتايز بدولو دحرتي ناي هداسة قدب مودهم نتيجة له مش تاو شجر مع قصة زخون ناي دقت على اكت فتر قدنا تخون سدما صوماليا ومصري كمون إيرترا خون غل هبزيتي كان دي مقنعته. أعتقد أنها يمكن أن تضر بإثيوبيا نفسها كدولة كبيرة وكدولة مهمة في المنطقة. لابد أن تكون علاقاتها على مستوى المسؤولية في كم عباي هاجرن كم أجدع شيء هاجرن أبزي كتنا زي سات جبر دلا حجي ناي أجرجر مفتارن سجارة كل ناي كرن أفريقياون سبوق دبلوماسية جميلة ونجزء رسالة عدين إثيوبيان كوجد أخمس غل يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. نعم. عودة إليك سيد ياسين أحمد بعد أن استمعت لوجهة نظر السيد محمد أبو الفضل، هل يعني تسعى إثيوبيا أيضا من جهتها لعسكرة البحر الأحمر؟ يعني لماذا لا تحاول أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر عن طريق مثلا شراكات اقتصادية وتجارية إن كان مع إريتريا أو مصر؟ وحجتي نتيناي كيح بحريسي كابناي وتهدراوي متقطعت مالت نقولتي ممرح نمنتاي بمنقدي شركنا تعوز زخوني كتباو شركنا غيرها مس إريتريا يكون مس مصري نتزلو شجر فتحوا زي تفتن إثيوبيا. يعني حقيقة يعني ضيفك الكريم يتحدث عن انزعاج مصر أو إقحام مصر في كل القضايا. هو الآن لو عدنا للتاريخ مصر ساهمت حقيقة الدمكي كم زي مصر زلو كله زلو سجماتن ولا شجراتن كم زي ناي إثيوبيا خمسة زلو قبل هنا كان مصري كله زلو نايز حلف في انفصال إريتريا، دعمت إريتريا لكي تنفصل عن أثيوبيا حتى أثيوبيا لا يكون لديها أي مصري إجبت مالتي أبتي جزء ناي كالسي ناي إريتريا كاب إثيوبيا نختفل تال أندي دقافيت زنبرتن كله زاد اللقاء من سال كاب إثيوبيا عبي دقفات كم زجبرت منفذا بحريا. والآن عندما تعود مصر هي التي الآن تمارس سياسات خاطئة بالتحالف الثلاثي سابقا مع إريتريا وجمهورية الصومال الفيدرالية عندما أثيوبيا وقعت مذكرة تفاهم مع الصومال. حجتي أبزي نزي زلو ناي سلام تزرق دلاس كم مصري مات أبزي حلف أوان ناي سلوساو زخونه أمس أمونغو إيرتران مصرن صومالن أبستف سلوساوي ألاينس وتمرت أبتفتر الأوان نزيز قبرت لمغنيات مصري إتي ناي صومالان مش إثيوبيا استقبره ناي سمم نعقون مفشالي عندما تحاول أثيوبيا توجد حلول سلمية وقانونية لإيجاد منفذ بحري على البحر الأحمر، دائما تسارع مصر لإثارة الفتن ودعم الحركات التمرد في إثيوبيا أبزخون يكون أوان زخون موتي مالت ناي بحري أبترخب الأوان كابتن زلوا مالت أبتكبابي زلوا نازين معنكاف نتنزلا عطوات مالتناي برتاوي مكساس وتعاومتي كتتا نقوم بمخات نتنجر نتسلم وزخون إثيوبيا تقبرو ناي بحري ويني أفدق بركاب كم تعنكت أثيوبيا. لماذا؟ لأن لا تريد أن يكون لأثيوبيا نفوذا في البحر الأحمر، ولكن أثيوبيا الآن هي تسعى من خلال القانون مالف مصري إثيوبيا زخون يكون ربحتها تبكح معرفة اللاسي مصري الدولي من خلال ولكن كيف يا سيد هجي الساتا غازيتن ما تقول لك زي دولو
بحجي بهجرة وحجي تجازينا نحنا نايمة توين موصين أفضل جنا بحرك نركب إنايب لله ياسين بدون الاتفاق مع هذه الدول نعم. كيف تستعين إثيوبيا بالقانون الدولي ليكون لها منفذ؟ كررت لنا هذه المعلومة. زي أسي دقاقمك بهجرة وحجي مسارتنا نزلنا تقولنا لها دقاقمك أنت أتا كالي هجر زي دقيفاتو زي تقبلاتو بخمي تبقى هجرة حجي كنركب لنا تقولنا لها لا ندري عمليا على الأرض كيف بخمي أمريت كترجم بزي فقد نايتون كلات هجرات سي بهجرة حجي إن عندنا تلوده دقاقم كاتيامو بخمي يمكن لها أن تنفذ ذلك بدون التوافق أو مفاوضات مع مصر ومع إريتريا. هي الآن تسعى أثيوبيا من خلال مفاوضات، من خلال إعلان أنقرة ما بين الصومال وأثيوبيا من جهة، وفي نفس الوقت أيضا كل بسلامة وزغنا من قدي بمسارات مع أنقرة يا منغو الصومال لندن إثيوبيانز بحدا وجن خيارات مفتوحة. أثيوبيا الآن لديها حوارات أيضا مع سومالي لاند، وما يتعلق بالنظام الإريتري أيضا حتى النظام الإريتري هناك ليس أي يعني انفتاح أو أي بوغن إرترا زخون يخون قرب النتن وي فقد فهم من النظام الإريتري، لكن لو حصل أي تغيير في المستقبل في النظام الإريتري فأعتقد الشعب الإريتري يعني يقر ويتفق أن مصلحة إريتريا هي بالتعاون مع إثيوبيا. انتدأ أما تاي قرب النت الله بحزبي إرترا إذا كنت مستقبل فلا لي الله تحابير كان خلتي تغمي من خلال التكامل القرن الإفريقي، لأنه أثيوبيا هناك موارد في أثيوبيا مثل سد النهضة بناي كرن أفريقيا تعالى لا انتجريت بمقبار نتنجر في تصم كم زغير هذا الطاقة الكهربائية وكثير من الموارد الموجودة في أثيوبيا تستطيع أن تكون في خدمة إريتريا، ولكن ولا نحجز لنا يهدسي ممرة ناي إلكتريكاوي ساعتون ساعتنا إلكتريكاوي ساعتون تركب تغل إرترا. الجانب المصري هو الذي دائما يعني هو الذي يعني يلعب دور المخرب دائما عندما تتقارب اثيوبيا مع دول القرن الافريقي. هذا قرني افريقيا زلوا هاجرات اثيوبيا صبوق زمناتات كتقبر له ابتجمر نتي زمناتات التعنن تفرسن الله تزعج الحكومة المصرية وتحاول مصر أن تعكر المياه. ولكن ماذا أنا أعتقد هي مسألة وقت. ولربما هو الأمن القومي لربما لالبات كفتي هجراوي دحنت ويناتها وحسنت بقص خون تشعر مصر بأن أمنها القومي مهدد، أليس كذلك يا سيد محمد؟ تي هجراوي دحنت ناي مصري لالبات حدقة سلازخونه يكون كابز تبقى يكون أبو الفضل. كيف؟ دعنا نستمع إلى وجهة نظر السيد محمد أبو الفضل. مصر يعني من الواضح بأن هناك مشكلة، تسمح لي سيد محمد، لكنها الآن أطلب منك أيضا أن تقول لنا كيف يمكن لمصر أيضا احتواء هذه الأزمة. مصر كما يرانا زي الشجر. مصر آخر دولة يمكن اتهامها بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة سواء كانت إثيوبيا أو غيرها، وأعتقد أنها لم تضبط تاريخيا. مصري تا نيمود تا هاجر كتونجل زلوا متتاوغيرا تبع إلى أبز كبابزي معناته لخون يكون متتاوغي باللاني. على الأقل في ال50 سنة الأخيرة أنها يمكن أن تكون تدخلت في أي دولة من الدول أو ساعدت أي جماعة. ملالبك أبز حلفة 5 عامات أنت أبز خون يكون هاجر متتاوغيرا ويزقبرت نقدر له. معك معارضة فقط تدافع عن أنها القومي وفقا للقانون الدولي. مصر خطاب نتراي نتي هاجراوي دحنتا وحسنا ترى منضبط. أعتقد أن في هذه المسألة كانت تتحدث عن احترام القانون الدولي، والقانون الدولي لا يخول لإثيوبيا أن تنتزع عن يعني أي جزء من أراضي دولة مستقلة مثل إريتريا أو مثل الصومال. ضيفك تحدث عن اتفاقية أنقرة بين أرض الصومال وبين إثيوبيا. أعتقد أن هذه الاتفاقية تقول تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر أو المحيط، لكنها أيضا تجبر إثيوبيا على عدم الاعتراف
بأي استقلال لأرض الصومال، وبالتالي هناك نوع من أنواع الحفاظ على الدولة المركزية في الصومال. هذه واحدة. وعجبتي تيدي نقراتي دقاقم زلو تين أمني أنكرا استقبر سمما منغو إتوبيان سومال لندن السا ناي مأتون موطن ناي بحري مالت access to the sea نختركب انتخونا جن سومال لاندي زخونا يخون ناي حجر أفلوت أختبا خمزي بالله بزي مسارات يتي كفت أمزلو يتي ناي أنكرا سمعزول. النقطة الأخرى التي أثارها ضيفك هي تتعلق بأن مصر كل شيء يحدث في إثيوبيا أو جوار إثيوبيا يتم اتهام مصر. أعتقد أنه لم تضبط مصر في أي مرحلة من المراحل أنها اخترقت القانون الدولي. كل ما تقوم به مصر أعتقد أنها خطوات تتعلق بتنظيم علاقاتها سواء مع الصومال، مع إريتريا، مع جيبوتي، مع إثيوبيا نفسها. رأينا ما حدث فيما يتعلق بسد النهضة. هل حدث أي اعتداء من جانب مصر؟ كل الأمور تعود إلى المفاوضات، المحادثات، التسوية الفنية والتسوية السياسية لهذه المسألة. أنا أعتقد كله تي زكاة كبابس مصري سي أبنامنا تابزناي أباي ويناي نيل ناي هيت داس ودو أبز جبر نبرة ناي مئات وكركرة بسلامة من قد تحت نيرامر زجبرتو دخون يكون متتاو كم زي نبرة أن المرجع الرئيسي لما في اثيوبيا الان هو خلق نوع من انواع العدو الخارجي لتوحيد الجبهه الداخليه. انتهت من موضوع سد النهضه، انتهت من ازمتها نسبيا او جمع السايت ايتوبيان زلا او شجر نبدق سلاعي بمفتار نتي نايزلا وشتاوي شجر نختد يوتيناتا فتنايز الله. يعني تسمح لي أيضا هناك من يقول بأن مصر ركزت في السنوات الماضية على ملف المياه، يعني أهملت ربما البعد الاستراتيجي للبحر الأحمر. هل برأيك هذا ما دعا إثيوبيا لإبداء هذه الطموحات بأن يكون لها يعني منفذ وتسيطر أيضا كما تقول على البحر الأحمر؟ لا أعتقد أن مصر أهملت البحر الأحمر في حلف عمتات في مصري أبقداي كيح بحري شلالي لا توصل لنا برد كابزت طبقة سدما إثيوبيا أبتناي كيح بحري تون موت انتراجي كنا سؤالنا نايون حتى نستحق الله خميم مسلك كابز عبازي أي مرحلة ربما تكون كان هناك نوع من أنواع التقاعس في التعامل مع الأمور الإفريقية أو القضايا الإفريقية في مرحلة سابقة. مصر تعيد تصحيح هذا المسار فيما يتعلق بالعلاقات. مس أفريقيا زنبرة زمنات كوروب دسكل لينيرو زي أبز حذف أوان زنبرة جاتاتجن حجنعو نختار تبوكسات وصلات مع دول القرن الإفريقي، مع دول حوض النيل، وما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة أعتقد أنه نوع من أنواع التصحيح والمراجعة وليس نوع من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية. ونفذ حلف مالت دسكل زنبرة زمنات مسكرن أفريقيا ون سجارة أفريقيا تعالى بفلها كانت الناي أبلات ناي زغنا حججن نعوب زبلت زمناتات نختقبر سعرتات البحر الأحمر به ما يكفيه من نزاعات وصراعات، وأنت تعلمين ما يحدث في مدخل البحر الأحمر. مصر هي الدولة الوحيدة أو الدولة الرئيسية التي تضررت من التهديدات التي تحدث في نايك أي بحري زلوا شجراتو يا أخلو مناتو كابدي نايك أي بحري شجر استبقسه تا أنكو حنت هاجر تقدأتن عبي قدأت بس حنت قينا مصرية مناتو مزينا يزي باب المندب ناي يمن الحوتاويان قبل علي ناي كيح محري مركبات متعلاف أبزقو روز نورو متكعتات إذن تدأزي الشريحوتي ناي سويس كانال ون تطوي لما تكبزها متن مركب كتحلال فاكولا بسويس كانال ناي مصري أتاويتات أشحت جنزب دولاراتي إذا تحنت أنكو هاجرت ودي أختكون تغل مصري إيزو بمسنك زي ناي كيح بارزو شجر سلازي تيزلو شجر سلاز أخلق عليه شجر كيح باري توساخي كله عند اللينا. جنوب البحر الأحمر من منطلق خفض يعني مرور السفن عبر البحر الأحمر، وبالتالي تأثرت مصر بنحو 6 أو 7 مليارات دولار بسبب عدم مرور السفن عبر قناة السويس. مصر لا تحتمل إطلاقا أي نزاع جديد لأن الطريق مصرتي مسنكزي ناي مراكب بقبوك التحلال فاب زي ما قالن شدشت شعت هون مليارات دولارات كان خسارة حجد ما عندنا نزل شجر
توسخي خلي كفترسي فتصيما ديليت يبلان. الطريقة التي تتحدث بها اثيوبيا هي طريقة فيها نوع من انواع العنف، هي طريقة نوع من انواع الخشونة، لانها اذا ارادت ان تصل الى منفذ البحر الاحمر عليها ان تتحاور مع اريتريا، هي صاحبة الحق في هذه المسألة، وبالتالي لابد ان يكون هناك نوع من انواع التفاهم، نوع من انواع المحادثات، نوع من انواع المفاوضات. انت انا يبحكي ناي متون موصل كوين في ديليت اثيوبيا افدق بعري مركب مس إرترا ترى كتسامى معا كتزراربن أب حدا نتمن كتبتساعد تخيل الذي حدا مفتح إذا ما بمسرة هجرة وحجن تينا بحر حجن تمركزك خون الله يزود الله التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف. شكرا. كلها زي سامى معا وتيتون صبوا أبونا سنة قالين زي توك خوني. شكرا لك محمد. تعقيب بسيط، بس تعقيب بسيط في أقل من 10 ثواني، تفضل. نشتي ملسلات من تزول يا سيد ياسين. جيد. هو مصر ما يقلق فعلا عندما اثيوبيا تصبح يعني لديها منفذا بحريا انها يكون عندها نفوذ في البحر الاحمر وهي تخشى على قناه السويس. بالعكس، ينبغي على مصر ان ترى في اثيوبيا شريكا امنيا في حفظ امن البحر الاحمر جنوبا، ومصر في حفظ امن البحر الاحمر شمالا. شكرا لك ياسين احمد، واشكر ايضا هجيك تفوز عن حسيتي مصري تفرحوا دلا تي أبتناي أفتقي بحري وإناي بحري مركب ربحتها كاب العلم مصري تزحال مالت ناي أنا قبل الكوين كان ناي موسى مبالي لازم تي ناي تي كبابي ناي مقصصار إثيوبيا في كباب حيل غيه اللوان ربحتات غيه اللوان نزي أتكاد زلاي زبل منو تزحاشش بحبر كنا نتناي كيه بحر ناي كبابن ناي ناي تسطع حسنا كنقبرهم خلنا في لايف سميناوي بحري زول الله مؤذي مثل نيروتيناي أمونغو ياسين أحمد تي من يزبهلنا يعرف لما بدر قبل العطف بهل مونغو خلتيهم ناي حطون ملسنا بري تي كان دقن انتايو بوغن ولا زي حجي ناي أبو ستوكولم ذكر ياسين أحسن ناي معهد الدراسات الإثيوبية الشعبية زبل يعني إثيوبيا كوميونيتي دبلوماسي سنتر تي رأيهم ظلهم تي ناي برتاوي ألسيس بيرترا بجزاء فغادو نعدو ناتانو ساعة زغورو ألسي بتعريض دكون بهزبون بإرتراويان عود ترغيبو تي عن سلسلة تقبل ريفرندم مع علم زمسكرتو نتا زغونة هاجر كوينا كنسا تغونا جن تي دلو وشتاو ناتاتوم جيجا من قدي نبقال كلاغوين فتو نامنت مصر كابتن حمتي من التال إرترا أبرتي عسر حتى قبل سانيحو مالت ناي مصرين كالوت كأنت زيلوس كما بهالاناتو إرترا خاب إثيوبيا أي متفريت متنزجن كون ذاك اللي مزغون يكون تشكونن تجزن حزبي تغاليسون مسؤولون نتنتون عود ناي مركب تي حدا انكون نايتون حزب تاع دامبر ناي داغي كون ناي داغي داغ فقع جنن وش حزب ارترا بناي جزا رسو في دليتن بهزبون بمنسياتون يعود عتيرمو نزيا كردو وايغبوم لما عنتي ابز نبرني زعبا زيناي كيح بحري متتاوز جبر ويزي تهديد كل جزء أبزح هذا فينا يكرمي مفتاحنا أباي بحدا معلتي مس دانيال كبرت أبز جورو زبولون قتلون أبزنا حجي مدمر من قصة مدمر دي مجانا تيك متحف أبتحكم الله زل عوانون أبي أحمد زل نزيتات تهديد أبلع إطراب بتهديد كما تزخل مفتاح خنزير لن بتهديد زخون يكون وان بحري تاريخ هوز بحال ولا بحقاوز بحال تركب كان يدخل حنت إن كون مفتوحين دلتا بسلامة ومن قدم زخون يكون هاجر مس إستراديو مس سومالند ديو مس سومال ديو مس السودان ديو مس جيبوتي ديو مس كلن ولا كينيا أتي بحري أفريقيا بحري تركب تغينا إثيوبيا ناي مالت وتين مأتون أساس تزسي بس من بتي أقرأ حقين فقدت رأي مخاني يعبر تانيحو ساعة حقها ساعة تكون ذا ما حواتنا إثيوبياويان زي أخطر دواء جباكم نزخ أخطر جباكم قد شت مفتاح زي كون
ብግጭት ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዋንነት ናይ ባሕሪ ከም ዘየለን እዚኣ እንዳበልኩም ንሎም መዓልቲ ዝነበረኒ ናባኹም ዘቕረብኳ እዚኣ ትመስል ነይራ እሞ ሰላም ዘለዎ መዓልቲ ይግበረልኩም ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ድማ ብሓንቲ ሙዚቃ ገይረ ክፈንወኩም እየ እታ ሙዚቃ ድማ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰምዓ ነይረ እዚኣ ናይ ወዲ ትኹል እያ እሞ እዛ ደርፊ ወልሳሕል ብዙሓት ሰባት ሓሪቖም ውልቃውያን ሰባት ኣብ ቲክቶክ ሓሪቖም እሞ ድሓን ኣነ ከዓ ኣፀባቢቐ ኣመሓይሸ ከምፀየ ማለት እዩ እንድሕር ሕሪቓትኩም ኣላስ ቶም ውልቃውያን ተዓብዱ ዘለኹም ኣብ ኮመንት ድዩ ኣብ ድሕሪ ፅሑፎ ዲ ገለ ብልክዕ ታርጌት ሃሪሞ ኣለኹ ማለት እዩ በቃ ክደግማ እያ ነኻ ክደግማ እያ ኣመሓይሸ ክደግማ እያ عمل أشكع له ملكي أوقتي أبتفح والبولكي هاي نتبعتنا حسيبهم بارخ تسويعهم قطفونا يميني راح حسابهم بنصاروا تقلعوا بدون إن توقفين أو قتلوا لاتهم تردوا قحتهم أرسل ما تخنر أو اشتدى الحمد واندر بنقول يتعربدي زم حصوتس انتي بول حجي ازاي حفوزي እዚኣ ብጣዕሚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልስና እሞ ኣብ 1984 ናይ ዝነበረ ናይ ኣገው እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ተደምሰሰሉ ብወዲ ትኹል በቲ ባህር ስነጥበባዊ ዝተደረፈት እያ እሞ ነዚኣ ኤርትራዊስ ነዚኣ ተኩየ የብሉን ብዝበለጠ ኣብ ቀጻሊ ኣብዚኣ ተመርኮሰ ብዛ ደርፊ እዚኣን ዝደለኒ ተዘክሮታተይን ናባኹም ከብል እየ ንሎም መዓልቲ ግን ሰላም ዘለዎ መዓልቲ ይግበረልና ቻው ኩልና ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምን ቅሳነትን ፍቕርን ኣብ ዓድና ድማ ራህዋን ቅሳናትን ንዘሎ ኩሉ ሽግራትና ተቐንጢዱ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ንዓዱ ተመሊሱ ብሓንሳብ እታ ኤርትራ ዘሎን ኣብ ወፃኢ ዘሎን ኩሉ ከም ማይን ፀባን ተሓዋዊሱ ብፍቕርን ስኒትን ሃገርና እናማዕብለሉን ናብተን ዝበረኻ ሃገራት እነብፅሓሉን ደረጃ ንክበፅሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ትምኒት እሞ ኩልና በብ ዘለናዮ ሃይ ንፅዓር ኤርትራውያን እሞ ቻው ሰላም መዓልቲ ቻው ሰላም